السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد، والنهاردة هنعمل مع بعض الفراخ بطريقة في منتهى الجمال. واللي تكلوها مرة واحدة بس هيطلبوها منك على طول في منتهى السهولة. ولو انتي مستعجلة وما تبلتيش فراخ وعندك الفراخ مجمدة هنعملها مع بعض في ثواني، ومش هتاخد منك غير 20 دقيقة بس. يلا بينا نشوف مع بعض ازاي هنعمل الفراخ الجميلة دي وهنحتاج لها ايه. طبعا الفراخ زي ما قلنا مجمدة، فاحنا هنحط مية على النار تغلي، فيها معلقة من الفلفل، ربع معلقة من الفلفل الأسمر، وبصلاية ورقتين لورا، ورشة من الحبهان. والفراخ بتاعتي اهي متنضفة ومغسولة، وبحطها في الفريزر متقطعة. قطعي الفرخة على 8 قطع أو 8 أجزاء علشان خاطر تكون حلوة قوي معاكي ومستوية كويس جدا. هنزل بالفراخ بتاعتي زي ما هي مجمدة كده، طالما انا غسلاها ومظبطاها قبل ما احطها في الفريزر. بعد كده هنزل بالملح ونص مكعب مرقة، وانا طبعا حاطه فلفل اسمر في الشوربه، وهسيبها بقى تغلي غلوه واحده. وبعد كده اشيل الريم اللي على الوش، وبعد كده هسيبها بقى ايه 20 دقيقه. من اول ما بتحطيها 20 دقيقه وتطلعيها على طول بتستوي كده، يعني 3/4 سوا. والربع الاخير هتكمله لما نحمرها مع خلطه الكريسبي. طبعا لو قطعة كبيرة غزيها كده بالسكينة عشان تنزل اي دم فيها ولا حاجة. هصفيها بقى على مصفى كده واطلعها زي ما انتم شايفين. وفي طبق تاني هجهز بقى الكفر بتاعنا، بيض وعليه شوية من الحليب ورشة فلفل اسمر، وبقسماط ناعم وبقسماط كريسبي اللي هو الخشن، ودقيق. هعمل الاتنين، يعني في حد بيحب الكريسبي وحد بيحب البقسماط الناعم، فما فيش مشكلة خالص، استخدموا النوع اللي يريحكم. البقسماط الكريسبي ده موجود عند اي عطار، له كذا نوع، في خشن وفي ناعم وفي وسط. هاتي الوسط، حلو قوي قوي، بينفع مع كذا حاجة. عملنا بيه مع بعض الناجتس زي ما انتوا فاكرين، وبينفع اهو في الوصفة دي كمان. ده كده الناعم. وقطعة تانية هعملها بالبقسماط الخشن ده زي ما انتوا شايفين. بصوا اهو. هكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما انتوا عارفين كده. ولو انت عاوزة تعملي سبايسي وعادي برضو تقدري تميزيه بشكل البقسماط زي ما انتوا شايفين كده. القطع الناعمة تبقى هي عادية، والقطع الكريسبي تبقى هي السبايسي الحراقة يعني. خلصت كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده بقى في طاسة على النار او في حلة صغيرة تكون عميقة، عشان نحط الزيت كده يكون عميق. بس احنا مش محتاجين نغمرها قوي لان هي كده كده مستوية، ده هي تاخد لون على طول. فبصوا انا محمرة في حبة زيت صغيرين خالص، يعني مش كتير. اهم حاجة طلعوها على مصفى، ما تطلعوهاش على مناديل ابدا. مناديل بترطب الكفر وبتخليها طرية، وما تخليهاش مقرمشة معاكي خالص، ومسمعيش صوتها زي ما احنا سمعنا في اول الفيديو كده. زي ما انتم شايفين كده هخلص قلي كل الكمية، وهسيبها بقى تتصفى في المصفى. وبعد كده هجهز طبق بقى بتاعي عشان اقدمها، وبفتحها لكم من جوه عشان اوريكم كده. بصوا ما شاء الله، مستوية 10/10، طعمها تحفة جدا. يعني بطريقة تحفة وسهلة، وفي نفس الوقت بتنجزك جدا لو انتي مش متبلة فراخ او مش لاقي حاجة تعمليها سريعة، والفراخ بتاعتك لسه ما فكتش وعندك في الفريزر جاهزة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. متنسوش بقى اللايك، ومتنسوش لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات الجديدة. سلام عليكم. المؤمن يستنى هلالك فرحان وسعيد، فرحان وسعيد.